واعتقد خازوق الجوله، وللاسف في ناس هتزعل من التوقع ده، بس وارد جدا ان هو يكون متروفيتش هو خازوق الجوله. يا اخويا انت مسكت في الكلمه قوي. لا، لان في الحقيقه الكلام دي صح يا حضره الوكيل. يا مالها بردت كده ليه؟ من ناحيه بردت، فهي بردت وبردت وتلجت، يعني بص حلقه صياح من اللي قلبك يحبها. اللي مسك في متروفيتش وقال لك انت اللي قلت خازوق الجوله فانت اللي جبته الارض، طب وانا اللي قلت راشفورد تروح عليه نومه فالمدرب يقدره ما يلعبش الشوط الاول، وانا اللي قلت جوارديولا قدرنا للمره الثانيه على التوالي كيلاكيتي يا برنس قعد لي كانسيلو فودن دكه، وهالاند ما يعملش غير جون وياكل انذار، ودي بروين ياخد انذار، والاثنين كانوا المفروض يطردوا اصلا، وانا برضو اللي رحت ليفربول قلت لهم كلهم بلانكو وبس اللي يجيب لكم الاجوان فايس المدافع بتاع ليستر سيتي. يعني بص جوله، مش هقول لك بقى ان انا قلت لك ان بيريرا نزله من على الدكه لانه هيجيب لك نقط، اديك قاعد بتتفرج على الدكه بره وتقول يا لهوي على الدكه وانا كل ما احطه دكه يجيب نقط، انا قلت لك نزله عشان هيجيب نقط. الميرون للاسف للاسبوع العاشر بقى، ده الاسبوع الوحيد اللي بيبلانك فيه بعد 9 جولات متألق فيهم، فيعني جولة للنسيان وللصياح. وبعد سيبك بقى من ده كله، كل سنة وانتم طيبين، خلاص اللي فات مات، وسنة سعيدة عليكم ان شاء الله اللي جاية، وربنا يحقق لكم كل اللي بتتمنوه، وان شاء الله تبقوا في صحة وسعادة، وكل حبايبكم في صحة وسعادة يا رب. استأذنك بقى سريعا تنزل تحط لنا اللايك، تشترك معانا في القناة لأول مرة تتفرج علينا، واكتب لنا في الكومنتات اخبارك ايه حتى الآن على وضعك وترتيبك، ويلا بينا نبدأ حلقتنا. طبعا بدأت الجولة امبارح بأول ماتش كان وست هام وبرينفورد، كنا متوقعين برينفورد هيتألق فيها توني، وفعلا توني ما قصرش، جاب جون وعمل اسيست وطلع مصاب، وربنا يستر من اصابته لان شكلها مطولة للاسف. طبعا وست هام قلنا لكم بعيدوا عنهم خالص، واللي توقعناه في الماتش ده حصل، وبجدارة نقدر نقول ان احنا خدنا 10 من 10 في توقع الماتش ده. الماتش اللي بعد كده بقى كان ليفربول وليستر سيتي، قلنا لك مفيش كلين شيت للفرقتين، واللي توقعناه حصل للاسف. داروين نونيز توقعناه نجم الجولة، الواد عمل كل حاجه غير انه يحطها في الجون، حتى الجون اللي كان هيحطه جت في العارضه وردت في فايس عشان هو اللي يبقى نجم الماتش. كان في كوميديا جدا في الماتش ده، جايبين جاكبو الصوره عليه وهو قاعد في المدرجات، اللعيب الجديد بتاع ليفربول تقريبا، انا حسيته كده انه بيكلم مديره اعماله بيقول لها طب هم جايبيني ليه لما الواد فايس ده موجود؟ ما عندهم الواد لقطه ما شاء الله من غير ما يدفعوا فيه فلوس. الواد ما قصرش معاهم بصراحه، ربنا يكون في عونه. انا مش عارف هو كمل الماتش ازاي بالمصيبه اللي هو عملها دي. تعبيط يا اسطى. ماتش طبعا صلاح بلانك، داروين اتحسب له الاون جول اسيست، وارنولد اتحسب له الاون جول اسيست. طبعا دفاع ليفربول كان بلانك، فماتش يعتبر للنسيان، وليفربول زي ما احنا شايفين كده على سطر وبيسيبوا سطر. صلاح ضيع في الماتش ده جونين ما يضيعوش، فيعني ننسى موضوع ليفربول الفتره دي لحد ما نشوفهم هيقفوا على رجلهم. نيجي بقى على ماتشات النهارده، وولفز واليونايتد، ماتش زي ما توقعنا انه هيبقى فيه كلين شيت لليونايتد، حصل. توقعنا ان راشفورد الماتش ده بيتألق، وحصل طبعا باستثناء ان هو غاب شوط كامل ما كانش موجود، ولعب مكانه جراناتشو بسبب انه راحت عليه نومه، فالمدرب حب يقدره فقعده شوط. وانا زي بابا بالظبط في كل حاجه، وفي الشده شديد، وفي القوه قوي قوي قوي. بعدين لقى ان الدنيا بتبرد عليه وقال لك لا ده شكل كده الدنيا بتقلب، لا انزل يا راشفورد بس ما تعملهاش تاني يا حبيبي. نزل راشفورد من هنا، فعلا الواد فورمه، تشوفه في الملعب سيبك انه جاب جون، الواد فورمه، البرفورمانس بتاعته عاليه قوي الفتره دي. وفعلا راشفورد لازم يبقى عندك، لان خلي بالك اللعيبه دايما بشكل عام في الدوري الانجليزي او في اي دوري بيعلى يعلى يعلى يعلى، وتيجي عليه فتره ان هو طبيعي جدا اي لعيب في العالم تبدا فتره النزول. فخلي بالك اللعيبه اللي كنا بناكل منها الشهد الفتره اللي فاتت وارد جدا الفتره الجايه تلاقيها بتخذلك، فاول ما تلاقي الموضوع بيبقى كده انسى على طول، بيع وهات غيره، عواطفك دي تنساها وتريحها على جنب. دلوقتي راشفورد فورمه، اجري على راشفورد وفكر فيه. الماتش خلص 1-0، لوك شو بيطلع للماتش الثاني على التوالي بكلين شيت زي ما قلنا لكم. ماتشات اليونايتد كانت في الدفاع حلوه قوي، انا واحد من الناس عندي دي خيه ولوك شو، ماتشين على التوالي بيطلعوا لي بكلين شيت وبياخدوا سيفز وبيطلعوا ببونص. نيجي بقى على الماتش اللي قلنا لكم فيه ان هو مفيش داعي نتكلم عليه لانه ماتش غير مفهوم وماتش ملوش اي ثلاثه لازمه، بورنموث وكريستال بالاس، وفعلا اللي حسبناه لقيناه. قلت لكم زها ده ابن عاق، وفعلا زها فرقته كسبت 2-0، هو غير موجود تماما ولم يحضر. اللي اتألق بصراحه اوليزيه، قدر انه يعمل اسيستين ايزي، جاب جون. فيعني الماتش كان من ناحيه كريستال بالاس حلو قوي ان هم يعملوا ماتش زي ده على بورنموث في ارض بورنموث، وبورنموث وسولانكي مفيش اي وجود. ونيجي بقى على ماتش فولهام وساوثهامبتون، الماتش اللي كان فيه متروفيتش نجم الجوله اللي فاتت، ونجم الجوله دي بالخازوق اللي اكله للناس كلها، ونجم الجوله باكتر اللعيبه اللي الناس اشتريته. طبعا يمكن الجوله دي كان فيه بتاع 900,000
20,000 اشتروا متروفيتش عشان الجوله دي، لان كمان الجوله اللي جايه 19 عنده دبل، والماتش بتاع ساوثهامبتون على ارضه فرقه ضعيفه جدا دفاعيا، فكل الناس قالت لك متروفيتش هياكلنا الشهر. بدا الماتش بريرا في التشكيل ومتروفيتش في التشكيل، لقينا لك بريرا الجون الاول بيجيبه اسيست من ويليان، بعدين لقينا الفانتزي يقول لك ستوب، وقف فيه ايه، شيل الجون من بريرا، حط له اسيست، ادي الجون اون جول لورد براوس، فورد براوس لبس جون اون جول، قال لك والله لا انا معوضها، وراح جايب جون. يبقى دخل ده اكنه ما دفعش حاجه، عشان يبقى وورد براوس جف نفسه وجف فولهام. بعديها بقى يجي بالينها يجيب الجون الثاني لفولهام، وتيجي بقى اللحظه الحاسمه، لحظه ان متروفيتش جت ضربه جزاء، وكل الناس اللي جابت متروفيتش قالت لك الحمد لله هنطلع بحاجه من متروفيتش، ضاعت الكوره. يا لهوي، صفر. صفر. متروفيتش صفر، عشان زي ما قلت لك خازوق الجوله متروفيتش، تبقى تسمع كلام سري وتقول سري لما يقول حاجه نمشي وراه ونسمع كلام. زي ما قلت لك بيريرا ما يقعدش دكه ونزله، اهو في 5 نقط عندك على الدكه، شكلهم كده ما نزلتهمش وما سمعتش الكلام. نيجي بقى على ماتش السيتي وايفرتون، ماتش قلنا لكم هيبقى رخم جدا على السيتي، ايفرتون هتعمل ماتش سخيف على السيتي وهتضايقهم، ولو السيتي كسب هيكسب بالعافيه، واللي حسبناه لقيناه السيتي حتى ما كسبش، الماتش طلع تعادل 1-1. ايفرتون ولامبرد فرقه رزله رزاله السنين، تحس ان انت بتتفرج على فرقه، يعني عارف انت كده لما يجي الاهلي يلعب غزل المحله او الزمالك يلعب المقاولين، اللي هي الماتشات الرزله دي اللي انت عارف ان الفرق دي بتيجي قدامك انت وتبقى فرقه منتخب نجوم العالم. النهارده ايفرتون عملت بقى ايه، عملت تنشنه في الماتش، ماتش كان فيه شد وجذب وضرب من كل ناحيه. يعني النهارده خليني اقول لك ان هالاند ودي بروين الاثنين اكلوا انذارات في اول الماتش، والاثنين عملوا فاولات بعد كده 900% طرد. الجوز كان لازم النهارده يطردوا، بس ستر ربك ان عدت الموضوع وما اتطردوش، رسمي كان لازم ياكلوا طرد. هالاند النهارده قدر انه يطلع بجون، بس طبعا مش هو ده اللي احنا مستنيينه من هالاند، جون واحد واخد انذار ما طلعلكش بحاجه. فدي بروين 12.5 مليون للماتش الثاني على التوالي بلانك، ده بقى كله كوم، وخازوق كانسيلو وفودن ده كوم تاني بقى كده. انت يا باشا تروح مرتاح تبيع كانسيلو وهينزل الماتش الجاي اساسي، ماليش دعوه هيحصل، انا بقول لك هتبيعه انت بقى من هنا، هينزل لك الجوله اللي جايه اساسي، بس انت رايح نفسك. احنا قلنا من زمان احنا بنجيب لعيبه السيتي في الدفاع زي كانسيلو عشان المساهمات الهجوميه مش عشان الكلين شيت، فانت شايف ان مفيش كلين شيت وشايف كانسيلو اصلا بيقعد دكه، فانا شايف ان انت ال7.5 مليون دول ولا بيعهم، اخلص منهم، مش حرام، انت قاتل فرقتك ب7.5 مليون ما بيجيبولكش اي حاجه. ونفس الكلام على فودن، انا رايي ان انت تسيب فودن، والخيارات كتير جدا بقى، ان كان ارسنال ولا ان كان من نيوكاسل، الاوبشنز كتير هنتكلم عليها في الحلقه اللي جايه ان شاء الله لما نيجي نتكلم على التحضيرات. نيجي على ماتش بقى نيوكاسل وليدز، الماتش اللي كنا دايما بنبقى متدلعين منه، بس خليني اقول لك ان برضو احنا متدلعين، يعني الناس اللي عندها بوب وعندها تريبير اتدلعوا، تريبير مغناطيس البونص، الراجل بياخد انذار ما ياخدش انذار، بيلعب ما بيلعبش، بيطلع بال3 بونص كل ماتش، حاجه مضمونه بالنسبه لتريبير طالما نزل في التشكيله الاساسيه. الميرون النهارده خيش وحقه يخيش، ليك رصيد عندنا يشفع لك يا عم الميرون براحتك، على قلبنا زي العسل، بس الماتش اللي جاي الله يرضى عليك ما تنساناش تعوضنا اللي فات. ويلسون قعد دكه، نزل اخذ انذار، يعني كانه ما نزلش، طلع بالصفر المتين، وكمان خسرك تبديل حد ينزل مكانه لو هو في التشكيله الاساسيه بتاعتك. اعتقد كده من الماتش الجاي كريس وود مش هيبدا، وهنلاقي ويلسون هو اللي بيبدا الماتش اللي جاي، ده توقعي الشخصي، فلو عندك ما تمشيش ويلسون عشان بنسبه كبيره هو هيبدا الماتش الجاي. على الناحيه الثانيه بقى عندك ليدز لعبت ماتش دفاعي حلو، بس الناحيه الهجوميه بقى رودريجو بلانك برضو الماتش الثاني على التوالي واتبدل على طول، وبعدين سمرفيل كان دكه ونزل برضو ما عملش حاجه، فيعني الاوبشنين دول كنا احنا فاكرين ان هم هيجيبوا لنا حاجه، بس حتى وقتنا الحالي انا مش شايف اي فايده من رودريجو او من سمرفيل بالنسبه لليدز. نيجي بقى مع ماتش الختام، وفعلا كانت سهره كرويه حلوه قوي، انا توقعت ان الماتش ده برايتون تعمل حاجه على ارسنال وتزعلهم والفيل يقع من على الشجره والكلام اللي احنا حافظينه ده كله، بس للاسف برايتون ما عملتش حاجه، وزي ما انت شايف ارسنال عمل كل حاجه بالاربعه، فضل على الصداره وفرق عن السيتي كمان اللي اتعادل النهارده عشان يبقى اول دوري، فرق 7 نقط، وانا لسه اول دوري 7 نقط فرق ارسنال عن السيتي. ماتش حلو قوي 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 النهارده من ارسنال، ساكا بيجيب الاول بدون اسيست، بعدين بيجي بعديه اوديجارد يجيب الثاني برضه بدون اسيست، يجي بقى الدور على مارتينيلي يعمل اسيست الجون الثالث لنيكيتيا، الديفرنشاليه الحلوه قوي اللي اتكلمنا عنها، ويجي بقى في الاخر اوديجارد يعمل اسيست ولا احلى ولا اروع من كده، اسيست مارتينيلي عشان مارتينيلي يختم ويجيب لنا الجون الرابع عشان يبقى خط وسط ارسنال النهارده نار. اوديجارد ساكا مارتينيلي، تخيلوا انا بلاعب واحد في الكاس عنده الثلاثه دول وعنده الثلاثه بتوع دفاع نيوكاسل، فيعني ربنا يسترها عليا، بس انا لسه بعافر، لسه عندي كين هيلعب، هبقى اطمنكم كده واقول لكم انا عملت ايه في الكاس. كده احنا خلاص خلصنا رد الفعل، عايزين بقى نطمن كده على بعض ونشوف اخبارنا ايه في الجوله. انا لحد دلوقتي جايب تقريبا 57 نقطه، لسه
بونص ما نزلش. ترتيبي حتى وقتنا الحالي اترفع، كان الاسبوع اللي فات 96,000، حاليا انا 59,000 على العالم. هبقى اوريكم التشكيله دلوقتي وانا بتكلم. لسه عندي هاري كين ناقص لي، ما عنديش حد بقى دكه هينزل، كل اللعيبه بتاعتي لعبت. اللي بلعبهم بقى في الكاس، في واحد انا كسبته خلاص وخلصت، وفي بقى التاني اللي معايا في الكاس حتى وقتنا الحالي هو فارق عني ب6 نقط. فيعني انا بكره هاري كين لازم يعمل لي حاجه ما يطلعليش بلانك. لو هاري كين بكره جاب جون كده تقدروا تقولوا لي مبروك الصعود في الكاس. بس اتمنى ان انا ما اكونش طولت عليكم. ما تنسناش بقى من اللايك بتاعك، اشترك معانا في القناه، اكتب لي في الكومنتات عملت ايه الجوله دي، كانت حلوه عليك ولا وحشه. ويلا اسيبكم بقى على خير وتصبحوا على خير.